السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الحلويات، يا صباح الشربات، يا صباح التفاؤل، يا صباح الهنا والورد والسعادة والأمل على الأطيب ألوف في الدنيا. عقبال ما تشربوا شربات نجاح أولادكم، آمين يا رب العالمين. الأولاد كده كان طالبين مني كده عصير، بس الصراحة كان مفيش لا جوافة ولا في ليمون، فاتصرفت كده. كان عندي حبة كركديه كده عملتها لهم. فالست الشاطرة كده من أبسط حاجة ت تعرف تتصرّف وتعرف تسعد أولادهم، والحمد لله كانوا مبسوطين، يعني شوية حبّة عصير كانوا مبسوطين وفرحانين، واليوم عدّى على خير الحمد لله. والأكلة رغم كانت بسيطة جدًا بس كانوا مبسوطين بيها وكانت عاجباهم جدًا، وتفتح النِفس الصراحة وجميلة جدًا. روتين النهارده كده جميل وحلو أوي، هيعجبكم إن شاء الله ونعمل حاجات حلوة أوي. هنبدأ كده أول يوم كده بالتنضيف بقى طبعًا البيت، أنتم عارفين من الصبح كده أبدأ كده نروّق كده وننضّف. الصالة عندي هنا الكتاهة متبهدلة، إن هي دي قريبة من باب الشقة، فدي أكتر مكان بيتبهدل عندي. بقية الشقة يعني نظيفة مش محتاجة تنظيف يعني. فقلت بقى أحوش بقى السجادة كده وأكنسها بقى وأمسحها. ودي أحسن مكان بحب أمسحه ليه؟ عشان بكب فيها كده المية إن قريبة من الحمام، فأكب فيها المية كده وأزح على المية على الحمام على طول، هتنضف أكتر وتبقى أحسن طبعا. وأحسن حاجة بقى تحط بقى الرابسو وتحكها بالمقشة كده بترغي معاك وتنضف معاك تبقى جميلة. أي بقى أي حاجة تطلع. بس أنا ما عملتهاش بقى بالمقشة وكده إن هي أرضية نضيفة يعني، يا دوبك مكان الترابة بتاع كده فزحتها عملتها على طول كده بالمساحة. كنست كده يا حبيبي كده وأجيب بقى المية. فأنا رجعت كده كنت الناس اللي لابسة الشبشب التاني بس الشبشب بقى البلاستيك بتاع الحمام بقى. أجيب بقى حبة المية وأجيب كمان حبة رابسو. هنا طبعا البانيو ده مليان بستخدمه بقى في أي حاجة. وأجيب بقى حبة الرابسو وحبة مية كمان كده معايا. ما كترتش بقى المية عشان ايه الفرش مفروش في الناحية التانية عشان الفرش ما تبهدلش. فدوبك حبة مية كده على قد الحتة اللي همسحها دي. حتى الركنة اللي هناك عند البيبان ما مسحتهاش عشان هي نظيفة يعني، هي بس الحتة دي اللي عاوزة تتمسح. احوش بقى الكراسي كده وامسح تحتيها، وهرجع بقى الكراسي مكانها، وازح المية بقى على طول على الحمام وامسح بقى الحمام عشان ما يتبهدلش. وما حشتش الترابيزة يعني بتاعت الترابيزة نضيفة لسه عاملاها يعني من قريب. يا دوبك بس الحتة اللي قلتلكم دي حبايبي كده مبهدلة اعملها. واحلى حاجة طبعا ايه الواحد ده يعمل كده اول باول، يعني اوضه مبهدله اعملها، صاله مع مبهدله اعملها. ما استناش بقى لما الشقه كلها تتبهدل واعملها كده مره واحده. تبقى الشقه نظيفه معاكي نظيفه اول باول، وكمان ايه تبقى إيه الشغل معاكي خفيف. متقعديش تعملي هم بتعمل الشقه كلها مره واحده. ظبطت كده الكراسي وافرش بقى لها السجاده. افرشها. هنا تيجي يعني الجنب التاني لسه ما لمتش يعني الزباله كده، قلت امسح الاول واخلص. هنا تيجي عشان التصوير يعني، وبعد كده اعملها الجنب التاني عند الله باب الشقه كده. هلم برضك الترابة هناك ونكنسها وامسحها. فطبعا وانا بجيب السجادة في ترابة جت كده وانا بجيب البتاع. غصبا عننا بقى عشان التصوير، فالواحد ما يعرفش يعمل حاجة كلها بقى يعمل مرة واحدة. واحلى حاجة طبعا تكنسي وتعملي مرة واحدة عشان الدنيا متتبهدلش معاكي تاني. زي ما انت شفت كده الدنيا الحتة اتبهدلت تاني وعملتها، بس يعني الترابة بسيطة كده وعملتها بالمقش. يعني صعب بقى ننقل الكاميرا وننقل التصوير وننقل الدنيا تاني. عشان كده الروتين يعني صعب في التصوير وصعب في كل حاجة. انا بقى هفرش البطاطين كده تنقات كده، فكرة حلوة كده دي. فيديو كده تركي روتين تركي كده. شفتها بقى بتعمل الفيديو ده برضك يعني ست جميلة جدا. شفتها
روتينها جميل ولبسها محترم وما شاء الله عليها. المهم كانت بتعمل الحركة دي، تطبق البطانية كده نصين كده على السرير، تسيب بقى يعني ربع الملاية كده عند ناحية المخدة كده الملاية تبقى باين، ونص القول بقى التلات ارباع كده تطبق البطانية كده، تلات ارباع كده السرير تسيبها البطانية مفروشة. عجبتني الفكرة دي كمان، تبقى سهلة كده ان الاولاد كده تبقى جاهزة، تبقى مفروشة وجاهزة، يعني سهلة يتغطوا بها على طول، تبقى البطانية متطبقة كده ويبقى متضايقين عم بيفرشوها كده. طبعا يعني الواحد ما بيشوف فيديو كده بالصدفة بيشوف حاجة يستفيد منها بتاع، كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفاد من بعض، محدش اتولد يعني متعلم يعني، ولا أنا ولا غيري بنعمل المعجزة، كلنا بنعمل اللي كله بيعمله، بس برضك يعني في حاجات كده بنتعلمها ونعرف. وافرش بقى فرشتها خلاص اهيتي. يا رب الفاضل النهارده كده يعجبكم، يخفف لطيف كده على قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده طبعا الروتين الصباحي بتاع كل يوم اللي بنبات فيه بنصحى فيه. ربنا يقويكم. ان الحته بتاع الطرف بتاع البطانيه اتقطعت ابقى اخيطها، ان خلاص كده. دي شكلها بعد ما خلصت، الشكل التركي ده هنا دي العروسه دي بتاع رودي بقى، احط لها التوكه تساب شعرها، هي بتحب تساب شعر العروسه كده، فانا بلمها عشان شعرها كده ما تقطعش، لمتها لها كده طبعا هما ببهدلين بقى الدنيا، مكان ما كان بيلعبوا بقى، مكان بقى كانوا سهرانين، طبعا مش بيسهروا يعني قوي يعني عشان المدرسه وكده، يعني بعد ما بيتعشوا كده بيقعدوا حبه كده بعد العشاء وكده، بهدلوا بقى الدنيا. هروق كل حاجه كده وانفض بقى وحوش الفرش كده الطواله كده وانفضها، واحط بقى المخدات كده مكانها. كنت نشربات انا كوم غسيل، الغسيل ده يعني ما بيخلص، يعني الحبال ما بتفضاش خالص الحبال بتقول كده ارحميني كده عاوزه اتهوى كل يوم غسيل وسواعي كل يومين، عشان ما بلقاش مكان اساسا امشي، افضل اقلب في الغسيل، لو لقيت شويه غسيل نشفوا اغسل، ما لقيتش بقى خلوهم بقى تاني يوم. هنا بعد كده هكنس بقى كده السجاده، المفرش كده كان واقع حطيته مكانه، فضل بقى الجنب التاني بقى الركنه التانية كده، الدنيا كلها بقت تمام. دي الكبرتات بقى انا بحط لهم كبرتات هنا ما بيقعدوا بقى بالليل هنا وكده، طبعا السقعه وكده تبقى يضغطوا بالبطانيه، هم قاعدين طبعا بيتغطوا، طبعا ما بيلعبوا طبعا من اللعب والتنطيط يبقى دافيانين اصلا، بس هم كانوا قاعدين بقى يخلوهم يتغطوا كده عشان البرد. بحط لهم بقى كبرتات دي خفيفه بقى على البطاطين وكده، عشان ما يشيلوا البطاطين، نشيل البطاطين الدهدل التقيله دي خفيفه يعني وكده. هعدل بقى الفرش كده الركنه دي وهكنسها بقى. خلاص كده وخلاص بقى كنيس، وادخل بقى على المطبخ كده اعمل لهم بقى الاكل والعصير بقى الجميل اللي هما طلبوه. طبعا ميعاد الغدا كانوا هما بقى جم المدرسة، الغدا على طول بعمله لما يجوا من المدرسة.
هنا غسلت العدس كويس، العدس الاصفر ده، وحطيت هنا نص بصلايه، الصراحه نص بصلايه واربع حبات طماطم، وسبتهم لما استووا ضربتهم في الخلاط، وجبت كده كبشة شعرية وحمرتها واقلبهم. وهنا بقى طشة التومة، وحطيت عليها كزبرة، حطيت عليها فلفل اسود، وحطيت عليها كمون. الصراحة يعني كانوا منتظرين الأكلة دي، بيحبوها أوي، حتى يوسف يقول لي يلا يا ماما اعملي لي عدس. الصراحة أكلة جميلة وتفتح النفس مع عيش البلدي كده بصل الأخضر، وأطلع كمان بقى المخللنا الجميل ده اللي خللته معاكم لفت حاجة كده، يعني ايه عظمة. طبعا بقى في الطاسة دي حطيت حبة كويس شوية عشان الدقة الجميلة دي مكان التوم يعني وكده هنا بقى البرطمان بقى الجميل اللي خلاناه، شفتوا بقى كان شكله أحمر وجميل معانا ازاي. وادي العدس معانا بقى كهرمان، وحطيت بقى البصل الأخضر واللفت كمان، يعني لونه جميل جدا. البنجر بقى بيديله لون أحمر كده وحلو وناشف وزي الفل. بطلع طبعا في كل طقة بطلع اللفت ده نافعني وجميل. وحطيت بقى العيش البلدي دلوقتي بقى رودي كده اتحول يا ماما معاك الاكل. حطيت الطبق، اتعمل لايك يا ماما، حطيت الطبق تقول اعمل لايك. يلا لايك كده رودي. دلوقتي كده هعمل لهم بقى تيار كركريه او العناب. وطبعا العناب العصير بيتنقح كده حوالي ست ساعات. بس طبعا بقى ما كان مفيش وقت، فانا غليته كده عملته كده زي كركريه. شربوا منه شويه وشويه فضلوا حطيتهم برضك في التلاجة وشربوا ساقع. بس هم الصراحه رغبوه ساعة أكتر، زي عصير كده زي العناب يعني رغبوه عصير أكتر عن الساخن يعني. هنا رافضة كانت بتشم الدخان، أنا ما بشم الدخان. عجبها الدخان بتلعب فيه. هنا بسكرته كده وأصبرهم بقى في كوبايات. تاني مرة بقى عملته لهم بقى عناب بقى ساقع. وبرضك شوف فضل شوية زي ما قلت لكم، حطيتهم برضك في التلاجة تاني، ولما برد شوية حطيته في التلاجة يسقع. يعني الصغيرين شربوه ساخن، ويوسف برضه شربوه سخن، بس أحمد قالك لا يا ماما أنا عاوزه ساقع أحسن. والباقيين لما دقوا ساقع برضك حبوا اكتر يعني. ولما بغليها بقى حبايبي ما يا دوبك غلوتين بس كده واطفي عليه، بس مش يغلي كتير عشان ايه يبقى مر كده يمرر، والعيال طبعا يبقى مبرر كده مش هيحبوه، كده يبقى مسكر كده وحلو. انا كوبايه النقصه بقول لكم بشاور لكم عليها، كوبايه النقصه دي للعيال الصغيره مش مشكله. شوفوا لونه وشكله جميل. الرافضه كده بتلعب بالبوكيه بتاعها ده. البوكيه اللي كان فيه ورد. هنا برد شويه بقى وحطولهم بقى يشربوا، والف هنا في شفا. لايكات ليهم بقى حبايبي. دول بيقول لكم لايك. طبعا هما كانوا مبسوطين قوي. يعني مش ضروري يعني تعملي حاجه فخمه عشان تفرح الاولاد، حاجه بسيطه بتفرحهم. وطبعا اهم حاجه يكون واحد معود اولاده كده على القناعه وعلى البساطه، مش ضروري شيء وشويات عشان يتبسطوا ويفرحوا، خصوصا الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. ربنا يعينكم يا رب. انا مش بحبة شويه عصير فرحوا واتبسطوا والحمد لله، واليوم عدى. انا الصراحه كنت محتاسه اعمل لهم ايه. يوسف بالذات سيف بالذات يا ماما بس حاجه عاوز عصير. انا دايما كنت عندي ليمون عشان بعمل حسابي محتاجه عصير، بس كان خلص بقى. يا والله بس الحمد لله كان في حاجه تانية عملتها له. ربنا يفرح لكم يا رب، ويسعدكم، يهنيكم ويباركوا في اولادكم، ويقويكم ويرزقكم
برزقهم، امين يا رب العالمين. ويقدرنا دايما كده يا رب على سعادتهم وفرحتهم. هنا بقى طبعا بقى هروق بقى المطبخ، واروق بقى كده المواعين. بس مش هطول معاكم بقى يا حبايبي، هضرب معاكم بس كده المواعين عشان الفيديو بقى طويل قوي.